نبدأ بسم الله وبالصلاة على رسولنا الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بيكم ووصفة جديدة من مطبخ السبع بهارات. وصفتنا النهاردة إن شاء الله هنعمل الكوارع، هنعملها بطريقة سهلة بدون أي تعقيد، وإن شاء الله أقولك على كل الحاجات اللي تخلي الشوربة معاكي مركزة وشكلها ولونها وطعمها جميل بالشكل اللي انت شايفاه في الفيديو ده. هنبدأ بسم الله. طبعا أول حاجة نختار الكوارع بتاعتنا تكون طازة وشكلها نظيف كده ولونها أبيض، ما تكونش غامقة ولا حاجة. وحاولي كمان تختاري التقطيعة بتاعت الكوارع بتاعتك تكون متقطعة حلقات كده مدورة، ما تكونش متكسرة قطع كبيرة. هنبدأ في البداية هنعمل خلطة كده ننقع الكوارع بتاعتنا. معايا مية ومعلقة كبيرة من الخل ومعلقة كبيرة من الملح ونص معلقة صغيرة من الجنزبيل البودر، ومعايا كمان ليمونتين هعصرهم كده بالقشر. حاولي تاخدي الزيوت اللي هي موجودة في قشر الليمون كده، بتضيع اي زفارة في اللحوم بتاعتك. حطيت كل الحاجات دي كده ودوبتها في المية، وبعد كده بنزل بالكوارع بتاعتي وبسيبها مدة نص ساعة او ربع ساعة على حسب وقتك. يدوب بتحطيها كده على بال ما بتجهزي المية المغلية على النار. بجهز حلة على النار بتكون فيها كمية مية تكفي ان هي تغطي الكوارع اللي معاكي، وبسيبها تغلي على النار وبحط فيها معلقة كبيرة من الخل. الخل بيضيع معاكي ريحة الزفارة تماما من الكوارع. هنحط كده معلقة كبيرة من الخل وبنسيبها على النار تغلي لمدة 10 دقايق. في الوقت ده كمان بكون حاطة حلة تانية بدأت تغلي على النار. يدوب الكوارع بتاعتي تغلي 10 دقايق في المية الأولى، وبعد كده بنقلها في المية المرحلة التانية تاخد برضو غلوة تانية. شايفين ما شاء الله الكوارع بتاعتي ما طلعتش أي ريم خالص. طبعا الكوارع أصلا نظيفة، وكمان خلطة النقع اللي احنا عملناها بتضيع أي زفارة وبتمنع أي ريم يظهر كده عندك على الوش. هبدأ أسيبها برضو مدة 10 دقايق في المية للمرة التانية، وفي المرة دي ما بحطش خل خلاص. على بال ما بتبدأ تغلي بكون مجهزة حلة تانية بحط فيها معلقة كبيرة من الزيت ومعلقة من السمنة، وبكون مجهزة كمان معايا البهارات بتاعتي مستكة وحبهان وورق لورا وعود قرفة يكون خشب، ومعايا كمان معلقة صغيرة من الفلفل الأسود الصحيح. ما تحطش الفلفل بتاعك مطحون علشان ما يسودش الشوربة معاكي ويخليها فاتحة ولونها أبيض. معايا كمان الخضار بتاعي بصل صغير او ممكن تجيبي بصلايه كبيره وتقطعيها، ومعايا كمان جزر وكرفس وفصين 3 توم، وكمان طماطميه كبيره كده بحطها سليمه عشان عايزه استبعدها من الشوربه بعد شويه. بتفتحي بس الطماطمية كده بالسكينة من فوق بحيث ان هي ناخد الطعم واللون بتاعها للشوربة، وفي نفس الوقت ما تتهراش في الشوربة وتدي شكل مش كويس. شوحت الخضار بتاعي حاجة بسيطة كده مع البصل والباقي الخضار. بعد المستكة ما بتبدأ تدوب بتنزلي بالخضار وتشوحيه لمدة دقيقة على النار، وبعد كده بتصفي الكوارع من المية وبتنزلي بيها على الخضار وبتشوحيها برضو لمدة دقيقة أو دقيقتين. وبتكوني مجهزة مية مغلية بتنزلي بقى على الكوارع. حطي كمية مية تكفي تغطي الكمية بتاعتك كلها. بعد مرور 10 دقايق كده شايفين ما شاء الله الكوارع بتاعتي لونها جميل جدا وما عملتش اي ريم خالص على الوش. بعد كده بشيل بقى، حاولت اشيل الطماطمية لان ما بحبش شكل الطماطم ما بتتهرى في الشوربة. خدت الطعم بتاعها بس كده في الشوربة. ملحت الشوربة بتاعتي وهبدأ اهدي النار تماما واسيبها تستوي على نار هادية. حاولي ما تعليش النار على الكوارع علشان المية بتاعتك ما تتبخرش وتحتاج ان انت تزوديها كل شوية عشان الشوربة بتاعتك تبقى مركزة زي ما انت شايفة كده ما شاء الله. لو حبيتي تزوديها شوية حسيت ان هي محتاجة تزوديها هتزوديها مية مغلية، ما تزوديش مية باردة. شايفين ما شاء الله الكوارع بتاعتي بدأت تدخل في السوا بتاعها والشوربة بتاعتي مركزة، محتاجش ان انا ازودها كتير. شايفين ما شاء الله لون الشوربة صافية وجميلة مفيش فيها اي زفارة ولا اي ريم ولا حاجة. خلطة النقع اللي انا قلتلك عليها في البداية ما شاء الله جميلة جدا بتمنع اي ريم او اي زفارة للكوارع. سبت الكوارع بتاعتي تكمل سواها على نار هادية جدا، وبجهز خلطة الفتة. هقولك هعمل بيها ايه برضو هستخدمها مع الكوارع. معايا فصين 3 توم مفرومين ناعم، وسخنت شوية من الزيت ونزلت عليهم بالثوم خد لون ذهبي كده فاتح. وبكون مجهزة نص كيلو من الطماطم ضرباها في الخلاط ومصفياها من القشر والبذر بتاعها، وبملحها بشوية من الملح ورشة كده من الكمون.
وبحب كمان احط على الصلصة بتاعتي شوية من الثوم الني وقرن فلفل بكون مقطعاه مكعبات صغيرة. الثوم والفلفل بيدي طعم جميل جدا للصوص بتاع الفتة، جربيها وان شاء الله هتحبيها. هنجهز كمان الطشة بتاعت الخل والثوم. سخنت برضو طاسة على النار وحطيت فيها شوية من الزيت سخنهم، ونزلت فيها بكمية من الثوم تقريبا معلقتين كبار. برضو بقلبهم تقليبة كده لحد ما يبدأ لونهم يتغير. ما تحاولي ما تحمريش الثوم كتير علشان ما يمررش معاكي ويدي طعم مش كويس. اول ما يبدأ لونه كده يغير بكون مجهزة معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة، بحطها برضو مع الثوم بتدي ريحة وطعم جميل جدا. وبتنزلي بكوباية من الخل. انا عاملة كمية كبيرة لان كنت عاملة فتة مع الكوارع فهستخدمها في الفتة. حطيت كوباية من الخل وبعد كده بتطفي النار وبتملحي الصوص بتاعك او الطشة بشوية برشة من الملح ورشة من الفلفل الاسود. كده معانا الصوص والفتة والطشة جاهزين. شايفين ما شاء الله الكوارع بتاعتنا بدأت تستوى وما شاء الله بقت مستوية تماما. شايفين كمان الشوربة بتغلي ببطء خالص لان مهدية النار عليها خالص. ما تعليش النار علشان الشوربه بتاعتك ما تتبخرش وتحتاجي ان انت تزوديها وتبقى خفيفه ما تبقاش مركزه. ما شاء الله الكوارع بتاعتي استوت تماما. باخدها كده واصفيها من الشوربه. شايفين ما شاء الله لونها فاتح وابيض وجميل، شكلها كده يفتح النفس ما شاء الله. والشوربه كمان صافيه ونظيفه وجميله جدا جدا ومركزه. شايفين ما شاء الله. ممكن تقدمي بقى الكوارع بتاعتك كده مع الشوربة لو انتي بتحبي الكوارع تكون كده من غير اي صوصات ولا حاجة. هقولك برضو على اضافة ممكن تضيفيها للكوارع بتاعتك بتديلها طعم برضو خطير جدا. طلعت الكوارع بتاعتي وصفيتها وحطيتها في صينية، وهاخد شوية من الصوص اللي احنا عملناه للفتة وشوية كمان من الطشة اللي هي بتاعت الخل والثوم. ما شاء الله الطعم والريحة جميل جدا جدا بالطريقة دي. انا ما خليتش الكوارع في المره دي. انا كل مره بخلي الكوارع بحب اقدمها مخليه، لكن المره دي قدمتها كده سليمه عشان اوريكم الطريقتين. بعد ما رشيت عليها الصوص والطشه بتاعه الخل بحطها كده في الفرن لمده 10 دقايق يدوب بس تاخد لون خفيف. انا مش عايزاها تستوى ولا حاجه لانها ما شاء الله استوت ودايبه دوب. ولو انت حابه كمان تحط شرايح بصل وفلفل كده تحت الكوارع، لكن هي مش محتاجه لانها طبعا ما شاء الله مستويه جدا جدا. شايفين ما شاء الله ريحتها بجد رهيبه. ان شاء الله لما تجربيها بالطريقه دي هتعجبك جدا جدا. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو النهاردة. ولو الفيديو عجبك ما تنسيش تعملي لايك للفيديو علشان يوصل لعدد كبير من المشتركين، وتفعلي الجرس عشان يوصلك اشعار بالفيديو الجديد ان شاء الله. واسيبكم في امان الله واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكلام بمسك الختام الله بخير